أشهر 5 لعيبة ما حصلوش على طرد طوال مسيرتهم في كرة القدم. ونيجي لرقم 1 واللي هو الأسطورة ميشيل بلاتيني، واللي لعب 660 مباراة طوال مسيرته ومحصلش على ولا طرد طول تاريخه. ونيجي لتاني واحد وهو أسطورة ريال مدريد واللي هو راؤول جونزاليس، واللي لعب 641 مباراة محصلش فيهم على ولا كارت أحمر في مسيرته. ونيجي لتاني واحد واللي هو أسطورة بايرن ميونخ منتخب ألمانيا واللي هو فيليب لام، واللي لعب 700 مباراة طوال مسيرته مع منتخب ألمانيا بايرن ميونخ ما حصلش فيهم على ولا كارت أحمر. ونيجي الرابع واحد واللي هو الأسطورة ملك أسبانيا برشلونة أندريس إنيستا، اللي لعب لحد دلوقتي 670 مباراة محصلش فيهم على كارت أحمر طوال مسيرته لحد دلوقتي، لكن ده مش أكيد لأنه ممكن يحصل في أي مباراة على طرد. ونيجي لخامس واحد وهو كريم بنزيما، واللي لسه بيلعب برضه لحد دلوقتي، ولكن لحد الآن كريم بنزيما ما حصلش على ولا كارت أحمر طوال مسيرته لحد دلوقتي، لكن برضه الرقم ده مش أكيد لأنه ممكن ياخد طرد في أي مباراة. في النهاية دي كان أشهر 5 لعيبة ما حصلوش على ولا كارت أحمر طوال مسيرتهم في كرة القدم.